خلّيني أسألك السؤال دوّة، قعدت قبل كده قد إيه وأنت بتدوّر على information عشان الresearch بتاعك، سواء أنت كنت طالب في كلية أو طالب في أي مرحلة من المراحل التعليمية أو even حتى كمان كنت researcher في الجامعة، قعدت وقت قد إيه تدوّر على معلومات وتدخل على websites كتير وأنت مش متأكد هي الwebsites دي بتقدّم لك معلومة فعلًا موثوق فيها والّا لأ؟ وهنا يمكن دي النقطة اللي بتحير كتير جدا من الريسيرشرز. ازاي اضمن ان انا الاقي معلومة تكون موثوقة ومتأكد كمان ان المعلومة دي مش هيكون فيها اي مشاكل تانية؟ وهنا خليني احكي لك عن انسايكلوبيديا بريتانيكا وازاي انت تقدر تستخدم بريتانيكا اكاديميك من خلال بنك المعرفة المصري. مساء الخير عليكم واهلا بيكم، معاكم ارساني عزيز وحلقه جديده من بيولوجي وذ ارساني. ويمكن النهارده حلقتنا بنتكلم في سيريز جديده، هنتكلم عن بريتانيكا اكاديميك وازاي نقدر نستخدمها في الريسيرش ونقدر نستخدمها في الابحاث بتاعتنا، وازاي تقدر تفيد طلبه الجامعه ودكاتره الجامعه وكمان طلبه المراحل التعليميه المختلفه. خليني أقول لك إنه انسايكلوبيديا بريتانيكا بتقدم لك واحدة من أكتر المصادر التعليمية الموثوق فيها وأكتر معلومات متراجعة من ناس كتيرة جدا متخصصين في مجالهم. ولكن السؤال بيبقى حاجة: إزاي أقدر أستخدم معلومات بريتانيكا أكاديميك؟ الموضوع بسيط جدا. تقدر تستخدم معلومات بريتانيكا أكاديميك بكل سهولة من خلال بنك المعرفة المصري. كل اللي عليك إنك أنت هتروح لموقع بنك المعرفة المصري وتعمل حساب عليه خالص. الموضوع سهل جدا، كأنك بتعمل اكونت على فيسبوك او اكونت على انستجرام او اي ايفن حتى كمان اكونت على اي سوشيال ميديا بلاتفورم. الموضوع سهل خالص. كل اللي انت محتاج تعمله هتدخل الايميل بتاعك، الباسورد، الرقم القومي بتاعك، لان دوت حاجة معمولة مخصوص بس للمصريين. ومن هنا انت تقدر تدخل وتروح لمصادر بريتانيكا اللي موجودة على بنك المعرفة المصري. وخليني اقول لك ازاي ان انت تقدر تستخدم بنك المعرفة المصري. دي البيج بتاعتنا على بنك المعرفة المصري، بيج بتاعتي، الاكونت بتاعي. وتقدر ان انت تغير اللغة من هنا. بندخل على كلمة مصادرنا او الريسورسز بتاعتنا، هندوس على مصادرنا بالانجليزية او الانجليش ريسورسز، وهنختار بريتانيكا ديجيتال ليرنينج ونفتح بريتانيكا اكاديمي. هيطلع لنا لينك بيفتح اوتوماتيك على طول على بريتانيكا اكاديميك، وهنقدر نشوف الهوم بيج بتاعه بريتانيكا اكاديميك. طبعا هنلاقي السيرش بتاعتنا هنا لو انا عايز ادور بارتكل جديده، وعندنا تول اسك بريتانيكا باورد باي اي اي، ودي عنوان حلقتنا المره اللي جايه. فعشان كده انا بقول لك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير مع كل اصحابك عشان تشوف الحلقه اللي جايه عن اسك بريتانيكا. بيعمل حاجات جميله جدا، حلقه سريعه وجميله وخفيفه وهتبسط كل الناس الموجودين. نقدر ندور بقى من خلال الفلترز اللي موجودة عندنا، سواء بالارتكلز والفيديوز، سواء بدور ببرايمري ريسورسز، بدور ببريوديكال. لو انا بدور في ادفانس ريسيرش هقدر اشوف الريسيرش. لو انا بدور على كلمات معينة او فريزز معينة اقدر اروح لارتكلز او ادور على ايمج او biographies وحاجات تانية كتير اقدر استخدمها في انسايكلوبيديا بريتانيكا زي ما احنا شايفين. خلينا مثلا لو انا مثلا عايز ادور مثلا في انسايكلوبيديا بريتانيكا بدور على الانشنت ايجيبشن او المصريين القدماء، بدور هنا في انشنت ايجيبت بيطلع لي عندي مقالات كتيرة جدا متعلقة باي حاجة في الحضارة المصرية. طبعا كل الارتكل بتطلع بالانجلش، طبعا باللغه الانجليزيه. اقدر اشوف الارتكلز كونتريبيوتورز الموجودين عندنا، كل كونتريبيوتور موجود بيقدر يشتغل في ايه او يعمل ايه بالظبط، شغلته ايه، الراجل دوت عمل ايه، وايه الكريدنشلز بتاعته. اقدر ايفن حتى كمان ارجع للانترو بتاعتي. اقدر كمان اشوف لو في فيديوز او ايمجز متعلقه بالريسيرش بتاعي، او لو في اي articles related بالشغل اللي انا بدور عليه. اقدر كمان ابص للارتكل هيستوري واشوف الارتكل اتحطت من امتى لحد اخر تعديل ليها. كمان لما ارجع للارتكل اللي موجودة عندي اقدر اعمل لها شير على اي بلاتفورم انا عايزه، اقدر احطها في الفيفور بتاعتي، اقدر اعمل لها برنت، اقدر اترجمها،
اقدر اسمعها لو انا مش هعرف اقراها، اقدر اكبر واصغر الخط، وتول جميله جدا للسايتيشن. بنقدر في انسايكلوبيديا بريتانيكا وبريتانيكا اكاديميت بتقدم سايتيشن ستايل ام ال اي واي بي اي وهارفارد وشيكاغو مانيوال اوف ستايل. كل دي طرق تقدر تستخدمها لو انت طالب في الكليه او لو انت دكتور في الكليه، عشان تقدر تعمل فيريفيكيشن للبحث بتاعك. وده بيضمن بيه حاجات كتيره جدا 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 ان انت المعلومه اللي بتلاقيها بتكون معلومه موثوقه. وهنا يجي سؤال المليون جنيه: ليه انسايكلوبيديا بريتانيكا؟ خليني اقول لك على مجموعه حاجات عن انسايكلوبيديا بريتانيكا. انسايكلوبيديا بريتانيكا واحده من اقدم الانسايكلوبيدياز على مستوى العالم. بتتكلم على ايج بيوصل لاكتر من 250 سنه. بتتكلم على ان انسايكلوبيديا بريتانيكا قدرت ان هي توصل لاكتر من 150 مليون طالب من ساعه الديجيتال ترانسفورميشن في التسعينات. انسايكلوبيديا بريتانيكا قدرت ان هي توصل لاكتر من 100 بلد باكتر من 20 لغه على مستوى العالم. انسايكلوبيديا بريتانيكا بتقدم لك معلومات فاكت تشيك، موثوق فيها، تقدر تستخدمها، وريلايبل لاي بحث انت بتعمله ولاي سيرش انت بتعمله. وبالتالي انت بتكون مطمن وانت بتقدم المعلومه بتاعتك، لان انت عارف ان انت جايب المعلومه دي من مكان موثوق فيه. وفي الوقت اللي احنا فيه، المعلومات اللي احنا بنجيبها من مكان موثوق فيه هي معلومات مهمه جدا، ولازم المعلومات دي تكون متوثقه ومتراجعه من ناس متخصصين في مجالهم. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده في اول سلسله بنتكلم فيها عن انسايكلوبيديا بريتانيكا. والحلقه اللي جايه باذن ربنا هنتكلم على التول الجميله اللي احنا شفناها النهارده، وهي تول بريتانيكا اي اي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع كل اصحابك، واشوفكم في حلقه جديده من بيولوجي وذ ارساني. باي باي.